من قرية بسيطة في البحيرة طلع شاب قدر يلفت الأنظار بأسلوب فلاحي صادق وبيحكي تجارب حقيقية. هو مش مجرد بلوجر بيضحك الناس، لكنه نموذج لشاب جمع بين الشغل في الأرض الزراعية والترند. دي قصة إبراهيم الأزاز، الفلاح الفصيح اللي أثبت إن البساطة والصدق بيوصلوا أسرع من أي ضجة. عمل مئات الآلاف من المتابعين في فترة قليلة. إيه قصة صعوده؟ تعالوا نشوف. في الوقت اللي بقى فيه أي حد ممكن يمسك الموبايل ويصور فيديو، لكن قليل بس اللي قادر يحول الكاميرا لبصمة مميزة. ومن بين الأسماء اللي خطفت الانتباه في السوشيال ميديا بيظهر البلوجر إبراهيم الأزاز، واحد من الشباب اللي قدروا يبقى عندهم جمهور حقيقي بأسلوب الفلاح البسيط والقريب من الناس. اسمه الحقيقي إبراهيم موسى إبراهيم، وشهرته إبراهيم الأزاز، وهو من قرية الصاوي شكر في مركز أبو حمص تبع محافظة البحيرة. خريج معهد حاسبات ونظم المعلومات. بداية شهرة إبراهيم الأزاز ما خدتش سنين، ما كانتش صدفة ولا ضربة حظ، لكنها كانت نتيجة حضور مستمر ومحتوى بيعتمد على الصراحة وخفة الدم. ابتدى في مرحلته مع السوشيال ميديا والتيك توك في بداية السنة اللي فاتت، يعني فيديوهاته ما كملتش سنة. رغم كده شهرته بقت كتيرة جدا على السوشيال ميديا. فيديوهات إبراهيم الأزاز على التيك توك بتدور في الأساس حوالين الحياة اليومية، لكنه بيقدمها بطريقته الخاصة بلهجته الفلاحي. فيها جانب كوميدي بيتكلم عن مواقف من الشارع وتجارب شخصية، ورأيه في موضوعات اجتماعية زي علاقة الابن بأبوه والزوج بزوجته. بيقدم كمان نصايح للبنات اللي بتطلب الطلاق مع أول مشكلة، ونصايح بسيطة للشباب عن الشغل والطموح، وإن شعار الشغل يكسر ظهرك بس ما يكسرش عينك. كمان بينصح الفلاحين بخصوص الزراعة وبيتعامل إزاي مع الأرض، لأنه رغم شهرته على السوشيال ميديا لكن إبراهيم لسه بيشتغل في أرضه الزراعية. الأسلوب المباشر اللي بيتكلم بيه إبراهيم الأزاز قدام الكاميرا خلى المتابعين يحسوا إنه واحد منهم، وإنه مش مجرد صانع محتوى بعيد عن الواقع. واللي بيميز محتوى إبراهيم كمان إنه بيعتمد على الواقعية بعيد عن التصنع. ده خلاه كلمته مسموعة وسط بلده وأهله وناسه. كتير من فيديوهاته بتتكلم عن تحديات الحياة العملية وتجارب الشباب في الشغل، ونصايح لطلاب في المدارس وأهمية الاجتهاد وعدم الاستسلام. بيقدم محتوى فيه طابع الوعي الخفيف وبيشارك مواقف طريفة من حياته اليومية، وده خلى صفحته مزيج بين الفايدة والترفيه في نفس الوقت. مع زيادة التفاعل على فيديوهاته ابتدى اسم إبراهيم الأزاز يظهر بشكل واسع بره السوشيال ميديا، وده لأنه طلع متخصص كمان في موضوع الأعلاف. بيسافر يحضر مؤتمرات عن الأعلاف، وكان آخرها حضوره مؤتمر الكيان للأعلاف واللي اتعمل في أحد فنادق العين السخنة. المشاركة دي كانت خطوة مختلفة لأنها كشفت جانب تاني من شخصيته بعيد عن الكاميرا والترندات. ظهر كشخص مهتم بمجال الإنتاج الحيواني وصناعة الأعلاف، وده عكس صورة البلوجر اللي عنده اهتمامات عملية على أرض الواقع، مش بس حضور على السوشيال وبس. كمان صور فيديوهات وهو في الفندق اللي اتعمل فيه المؤتمر ونشرها على تيك توك. كمان إبراهيم كان له فيديو شهير وهو بيرمي رزم فلوس كتيرة في أرض صحراوية عشان يبعت رسالة للبنات إنها ما تبصش للفلوس لما يجي يتقدم لها عريس وبس، عشان يتجوزها، وأهم حاجة الأخلاق والاحترام. وفي النهاية قصة إبراهيم الأزاز نتعلم منها إنه مش صانع محتوى وبس، لكنه في نفس الوقت بيحافظ على شغله في الأرض الزراعية وحياته العملية.